يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ رياض العدساني رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية. أستاذ رياض أهلا بك معنا. اهلا فيك، شكرا على المداخله. حياك الله. استاذ رياض، يعني نبي رايك في او بخصوص هذه الزياده الفاحشه التي ضربت اسعار الخضراء والفواكه على مدى هذه الايام الفائته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدايه احنا نحمل الجهات الرقابيه بالنسبه لارتفاع الاسعار. طبعا ارتفاع الاسعار كان على المواد الاستهلاكيه والغذائيه، ولكن في يعني عتب على اتحاد الجمعيات كونه هناك لجنة الأسعار ومدعمة من وزارة الشؤون ووزارة التجارة وبعض رؤساء الجمعيات. صرحوا أكثر من مرة أن الأسعار سوف تنخفض. هذا الانخفاض اللي تكلموا عنه اليوم نشوف ارتفاع الأسعار في فترة وجيزة للخضار 150% ارتفعت خلال فترة يعني خلينا نقول ما تقارب أقل من أسبوعين. بالإضافة السلع الوطنية شلون زادت؟ اليوم الطماطم السعودي دينار و700 والكويتي 3 دنانير و750. إذا المنتج الوطني المدعوم يكون أغلى من المنتج الدولة السعودية الشقيقة اللي يحملهم تكلفة شحن البضاعة وتأمينها، وين الجهات الرقابية؟ نعم. للأسف أن هناك عمل مؤشر في المملكة العربية السعودية، مؤشر إلكتروني راح يفصحون عنه غدا، مؤشر إلكتروني لتحديد الأسعار وحماية جشع التجار من حماية مستهلكين من جشع التجار. وللأسف بالكويت احنا نتعامل بالفاكس. ترى مفتشين تجاره، خلي المشاهدين يعرفون هالشيء، يطلعون للشبره يسعرون المنتجات عن طريق الفاكس. نعم. هذه طريقه بدائيه، طريقه فاشله. طيب استاذ رياض يعني الزياده حسب ما وصفها المراقبون فاقت 1000%. انت يمكن ادنت الجهات الرقابيه في وزاره التجاره، وهذا يمكن ما قبل شوي طلع ويانا في التقرير الاستطلاع للمقيمين وايضا المواطنين في الكويت، ان ايضا اشراك دور الجمعيات التعاونيه في هذا الامر ساهمت في ارتفاع هذه الاسعار؟ طبعا اكيد هناك مجالس ادارات جدا ضعيفه من تاتي زياده وافق عليها. بالاضافه اول ادانه كانت للجنه مراقبه الاسعار في اتحاد الجمعيات. اين دور اليوم؟ اكثر من مره صرحوا قبل شهر ان الاسعار سوف تنخفض، انهم ضبطوا 4300 سلعه. هذه الضبطيه اللي انتم ضبطتوها اليوم انتم بالعكس، انتم ادنتوا شغلكم، اليوم ضريتوا انتم المستهلكين. المستهلكين خاصه ترى ذو الدخل المحدود اليوم يوصل نص الشهر ما عنده يكفي من راتبه. فلذلك احنا نطلب من وزير الشؤون كونه قانوني اعاده الاتحاد المنتخب لاتحاد المعين ما اصبح ايجابي، اليوم ضر المستهلك. النقطه الثانيه وهي الاهم، هناك قوانين كثيره لم تطبق الدوله، اللي قانون كسر الاحتكار. كل اللي قاعد يحصل اليوم كله نتيجه الاحتكار. بعض المزارعين يقول لك لي بسبب قله المحصول زد الانتاجيه، قله المحصول انا لفهمه يزيد 10% ما يزيد 50%. من اي ناحيه الاحتكار في موضوع الخضروات والفواكه؟ من اي ناحيه؟ لو انت تشيك بالنسبه حق الشركات، خلينا نتكلم بكل صراحه، الشركات التوريد الخضار عباره غالبيتهم عن شركات ورقيه، اللي يملكهم اشخاص ترى معدوده، يعني ما اكثر من 6 تجار، وهم يزودون الشركات هذه الشركات الورقيه، بعضهم عنده يمكن 13 شركه ويدعي انهم شركات ويحكر الاسعار، ولما يزيد الطلب على البضاعه رفعها بالسعر العالي ونزلها على المستهلك. من المتضرر؟ المستهلكين. اين دور الجهات الرقابيه من مخالفه المتلاعبين؟ طيب. اين دور اتحاد الجمعيات تفعيل قرارات على الجمعيات التعاونيه المتلاعبه؟ طيب. بعضها ولا في جمعيات ايجابيه. نعم. خلينا نذكر هالشيء. طيب استاذ رياض، يعني رايك في الحمله التي قامت قبل ايام في مقاطعه بعض الاصناف من الخضروات وايضا الفواكه، هل بالفعل اتت اكلها في هذا الامر؟ طبعا الحمله لها صدى، ولكن انا اكلمك كل الحقيقه، اذا الحمله تجاوبت وزاد العدد الى 30-40% راح يكون لها صدى قوي، ولكن اذا قلت اقل من 10% ما راح يكون لها صدى، لان بالنهايه التاجر هناك في اقبال على المشتريات بالنسبه له، راح يرفع الاسعار، واذا كانت هناك مقاطعه جديه لا فعلا راح يوخرون عن السلعه هذه ويضطر التاجر انه يخفضها. لكن انا نقطه بنوه عليها، هناك تصريح من وزير التجاره يقول احنا قاعد نقوم بحملات تفتيشيه على الاسواق. ليش حملات تسويقيه، حملات تفتيشيه على الاسواق؟ روح حق التاجر مباشره، مو هو زاد الاسعار. اليوم الجمعيه اذا باعت السلعه بدينار ارتفعت الى دينار ونص، من اللي زادها؟ التاجر. ليش انا اروح الاسواق والاسواق الموازيه وتجار الجمله؟ روح حق التاجر مباشره اللي زاد السعر على المستهلك، ولا انا اخليه يحتكر البضاعه ويرفع السعر ويضر المواطن؟ احنا امانه استاذ رياض نتمنى تكاتف هذه الجهود، لا سيما يمكن في بعض انواع من الخضروات هي عناصر اساسيه في طبق والمائده اليومي للمواطنين والمقيمين. كل الشكر لك استاذ رياض العدساني رئيس مجلس اداره جمعيه النزهه التعاونيه على هذه المداخله، شكرا لك.